8. إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 71 بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية. إلغاء قرار رئيس الجمهورية 2782 لسنة 71 بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، وتشكيل لجنة للقيام بالمهام البابوية من 5 من الأساقفة هم: أولا الأنبا مكسيموس أسقف القليوبية وهو عالم قبطي سبق أن ترشح للكرسي البابوي. ثانيا الأنبا صمويل أسقف الخدمات العامة وكنائس المهجر وكان مرشحا سابقا للبطريركية وفاز بأغلبية الأصوات. ثالثا الأنبا أغريغوريوس أسقف البحث العلمي والدراسات القبطية العليا ومدير المعهد العالي للدراسات القبطية. رابعا الأنبا إثناسيوس أسقف بني سويف والبهنسة وهو يشغل حاليا منصب وكيل الهيئة العليا للأوقاف القبطية وسكرتير سابق للمجمع المقدس. خامسا الأنبا يؤنس أسقف الغربية والسكرتير الحالي للمجمع المقدس. وذلك لكي لا تبقى الكنيسة بدون من يمثلها لدى الدولة. أجريت هذا، ده قرار خلص إنما بوضحه. أجريت هذا بعد أن استشرت المخلصين للبلاد والكنيسة، وعلى هؤلاء الأساقفة سرعة معالجة الشعور القبطي العام في الداخل والخارج لكسر حاجز التعصب والحقد والكراهية وبث روح المحبة والتسامح. وعلى هذه اللجنة أن تتقدم للحكومة بكل الاقتراحات المناسبة لإعادة الكنيسة إلى وضعها التقليدي الأصيل كنسيج حي في جسم الدولة، وترسيخ روح الحب والوداع والصبر والحكمة تجاه جميع الطوائف والناس، والتي كانت فيه رائدة لكل كنائس العالم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.